الآن خارج سوريا. قلت هو لا لوحده، لكنه ليس لوحده، لأن الملايين يتابعونه على منصات السوشيال ميديا. هو ضيف عزيز علي، الإعلامي الشهير سمير متيني، ضيفي من ألمانيا، من برلين. أهلا وسهلا بك. مساء الخير استاذ دلبخين تشاوي سر شعباب سر سرمن. هل نتحدث بالكردية أم العربية؟ بالعربيه. نحن لانه كرد الشام ظلمونا البعثيه، ما خلونا نتعلم لغتنا، فالوالد كان يحكي كردي والعائله بتحكي كردي، يعني الجيل الاول. اما احنا الجيل الثاني هذا تبع فتره الثمانينات والسبعينات، تعرف نعم. محرومين باللغه، ممارسه اللغه والمعاهد، مه. فما تعلمنا بعرف شوي يعني بفهم، لكنني لست مو بفلي كم باللغه تجيد العربيه اللغة ابدا. الكردية يا سمير؟ أنت يعني كبرت في بعرف دمشق مصطلحات وكان كثيره والدك مثلا. يجيد إيه الكردية. إيه. ما مستوى إجادتك للغة الكردية؟ يعني اقل من المتوسط اعتقد، لانه انا متفرغ للاعلام العربي، بعرف يعني وقت بيكون في حديث قدامي بفهمه. تشاوي رندي روني هربجي سر شعبا سر سريمين بيجي نبيجي دروادكي سكتبي، مثلا سر مالي سر شعبا سر سريمين، كافيد من، يعني كلمات شير اب، نان، المواضيع بفهمه بيكون في حديث بلطش منه 30 40 45% يعني ممتاز ممتاز. تقريبا. سمير، هل ترى نفسك كرديا أم سوريا؟ طبعا انا كردي وسوري بنفس الوقت، يعني حاليا انا الماني يعني، نعم. لكنني من اصول كرديه، يعني دمي عرقي اهلي كرد. نحن طبعا من احفاد صلاح الدين الايوبي، واحفاد كاول حداد، نعم. واحفاد كاك بارزاني، واحفاد كل المقاتلين، والقاضي محمد. نحن ابناء هي الامه العظيمه، معروفه وظلمت تاريخيا بسبب يعني ما حصل. بتعرف حضرتك بيصير وبسايكس وبيكو والتقسيم الظالم اللي صار بالمنطقه، والثقافه البعثيه اللي درست لهالاجيال بالمنطقه، نعم. وتحالفت هذه القوى يا حرام. واحفاد صلاح الدين اللي دافعوا عن الامه العربيه والاسلاميه ورفعوا راياتهم بيضاء بالعالي، اصبحوا اليوم كل بلد بتقول لهم انتم جايين من، يعني بتحاكي مثلا شخص بتركيا متعصب، مع احترامي للشعب التركي الشقيق، متعصب اذا كان قوميا، بيقول لك انتم جايين من ايران، بتحكي الايراني بيقول لك انتم جايين من كردستان العراق، بتحكي من انتم جايين من مدري وين. فما عرفنا احنا منين جايين. شعب 70 80 مليون بني ادم حول العالم اذا مو اكثر، له تاريخ عريق وثقافه ورجالات سجلوا التاريخ، سواء بالدوله السوريه بتاسيسها، او بالدوله العراقيه، او بكل دول المنطقه اللي بينتشروا على جغرافيتها شعبنا الكردي العظيم. نعم. نحن حسنا. نتكلم اللغه العربيه طبعا، يعني مثل ما بتعرف بسبب عشنا بين ظهرين اخواننا العرب، بنحبهم، نحترم ثقافتنا العربيه، نحترم ثقافه الكرد، ندافع عن حقوق المكونات كلها دون اي تمييز. لكن العقليه الشوفينيه والبعثيه ما زالت مسيطره يعني الطورانيه على نعم. كثير من العقليات العنصريه. يجب ان تتغير هذه الذهنيه، نعم. وسيما لا سيما ما بعد نعم. الثوره السوريه. نعم. سوف أطرح سؤالا هو سؤال الناس الذين يتوقون لمعرفة الجواب، لأنه منذ سنوات أنت نشط على السوشيال ميديا، يتابعك الملايين من المتابعين. نريد أن نعرف، هل هذا النشاط على السوشيال ميديا هو مصدر مالي؟ هل تستفيد من هذا النشاط على السوشيال ميديا ماديا؟ هذا ليس سؤالي، طبعا بل هو سؤال الناس. طبعا طبعا استفيد ماديا، لانه انا كيف بدي لكن اعيش حياتي كانسان؟ انا لست موظفا لا مع جهه حكوميه ولا مع جهه حزبيه، ولا اتبع لحزب كردي او عربي او تنسيقيه او ائتلاف. كل ما هنالك من خلال جهدي الشخصي. حسنا. نعم. فقدنا عم تسمعني؟ الاتصال، لكن بعتذر. استعدنا الان الاتصال عم الآن. تسمعني؟ الصوت موجود. اوكي اوكي. حسنا حسنا، ايه الفيديو ايه جيد أيضا. ايه في حدا، انا اسف بعتذر معكم مباشر على الهواء، لكن اجاني اتصال من شخص ما بيعرف مني مباشر، فبالتالي قطع الاتصال، بعتذر. آه لا عملت مشكلة. بالاعلام من اكثر، بالاعلام انا من تفضل تسعينات القرن تفضل أستاذ سمير. العشرين. بالاعلام من تسعينات القرن العشرين بمدينه دبي للاعلام. اسست عدد من القنوات، قناه جير 1 ميوزك كلاس، قناه اي بي سي نعم. امريكيه، عملت بقناه الفجيره، عملت باذاعات اف ام. كنت مدير برامج ومدير قسم اعداد المذيعين، لغه الجسد والفويس اوفر والناريشن والى اخره. خبره طويله بمجال الاعلامي.
وعملت باعلام الرياضي والاعلام السياسي والاعلام الفني والمجتمعي ببدايه حياتي الاعلاميه. بعدين انتقلت للاعلام السياسي من 15 16 عام تقريبا عبر قناه زول وقناه اي بي سي الامريكيه، ومن ثم عبر قناه سوريا الغد التي كانت بالقاهره، ودخلنا بموضوع الدفاع عن مظلوميه الشعب السوري، ووقفنا بوش النظام الظالم الساقط نظام البعث. وعندما غادرت الى اوروبا بسبب ظروف، يعني ما كان عندي جواز السفر السوري، انتهت يعني صلاحيته، ما كان جددوا لي كوني معارض ومؤيد لحراك الشعب السوري المدني، وليس لهذه المعارضه الحاليه اللي عم نشوفها حاليا، لحراك الشعب السوري. توجهت الى المانيا من 14 سنه بالمانيا، انا طبعا مواطن الماني، واعمل يعني وجدت انه لازم اطلع احكي مع الناس، فبدات ب 50 مشاهد 60 مشاهد على السوشيال ميديا، والان تعتبر منصتي الحمد لله يعني بدراسه بمراكز دراسات قيمتها المنبر الاكثر نعم. مشاهده بالاعلام السياسي الذي يبث على السوشيال ميديا. عندي على الفيسبوك حسنا. مليونين متابع، الاعلامي سيبرنتيني بالعربي. على اليوتيوب كمان قناتي تقريبا تقترب من المليون، وعلى التيك وكل المنصات. وطبعا معاكم ازدادت نعم. يعني ما بيقولوا المساحه اكثر، وتوسعت المساحه اكثر. طبعا عندي دخل مادي نعم. من عائدات الاعلانات اللي بتجي على اليوتيوب والفيسبوك والقنوات، لكني لا اتقاضى اجرا من اي جهه لا سياسيه. وانا عندي وكاله انباء كمان بالمناسبه، عندنا مكتب نعم. بواشنطن، بلندن، ممتاز. ببرلين، بالنمسا، يعني نصدر اخبار، يعني من صناع نعم. نعم. الخبر، يعني حسنا. ما في داعي يذكر اسم الوكالات للشراكه معنا. حسنا، سنتحدث عن الكثير من الأمور في هذا اللقاء، لكن في بثوثك المباشرة أو غير مباشرة أنت تدافع دائما عن قوات قسد. هل سبق لك أن التقيت بقادة من قسد أو وجهوا دعوة إليك لمقابلتهم؟ لا، لا والله، لا وجهوا لي دعوه ولم اتقابل معهم. حتى احيانا عندما انتقدهم، بعض المحبين لهي المنظومه السياسيه والعسكريه هن ابنائنا، يعني قسد ابنائنا بالنهايه، ابناء الوطن السوري. اختلفنا سياسيا معهم او اتفقنا، يعني او مع احزاب الكرديه او مع احزاب العربيه. انا اتعامل مع قسد كمكون سوري على الارض السوريه، ومنهم جزء كبير من الاخوه الكرد والعرب تحالفوا لمشروع سياسي سنتكلم عنه لاحقا ان سالتني عن هذه نعم. الجزئيه. لكن لم التقي باي من قياديين قسد، ولم اتواصل معهم بشكل مباشر، ما عندي تواصل معهم. رسائلي بمرة دائما على الهواء مباشره. ارى انه في ظلم عم يكون كبير للمكون الكردي بشكل عام، بس هن بيختزلوها بكلمه قسد. اتهامات بالانفصال، اتهامات بالتهجير، اتهامات كثيره مثل ما بتعرف حضرتك. لكن نعم. للاسف الماكينه الاعلاميه المضاده عم تشتغل شغلها. قسد لم اسمع منهم. ليش عم دافع عن قسد؟ لانه قسد يعتبروا صمام امان للبلد، وجزء من قوات عسكريه مهم. وامنيه بمكافحه الارهاب مهمه بسوريا. وجماعه يعني انا امتحنتهم بمبادره، مثل ما بتعرف انا طرحت مبادره بعام 2007 لتوحيد المعارضه المعتدله مع قوات سوريا الديمقراطيه لانهاء النظام السوري. هجمت نعم. هذه المبادره لانه بتعرف بسبب التدخلات الاقليميه والدوليه لخلق حاله من الجفاء بين الكرد، على خلفيه ما حصل بعفرين والاحتلال الظالم لعفرين، وبث خطاب الفتنه والكراهيه الموجود. بتعرف حتى بزمن النظام السابق والنظام الحالي حتى ما زال يمارس حتى نعم. الان. علما انه قدمت الى الامام خطوات وقالت نحن مع الوحده الوطنيه، مع نظام فيدرالي لا مركزي، نريد ان نبني جيشا موحدا. لكن الماكينه الاعلاميه والخطاب الظالم والمشحف بحق المكون حسنا. الكردي بشكل عام وقسد بشكل خاص هو اللي آه، عم يخلق آه، دعاني اني دافع عنه، لانه المظلومين، مو لاني انا منتمي هل لمنظومه سياسيه. تم توجيه الدعوة إليك مؤثر على السوشيال ميديا؟ هل حكومة الشرع دعتك إلى دمشق؟ ما عندي اي تواصل معهم على الاطلاق. يعني انا اول شهرين ثلاثه من سقوط النظام احتفلت وفرحت وبكيت حتى على الهواء. فرحت لسقوط النظام، ما فرحت نعم. لهذه السلطه. اعتبرناهم انه من ابناء الثوره كما بلشوا يروجوا عبر الاعلام. انتظرنا انتقال السلطه، انتظرنا مؤتمر وطني، انتظرنا انطلاق نحو الديمقراطيه، تجريم ومنع الخطاب الطائفي والتحريض كما تسمع، وما حصل بالساحل وما حصل بالسويداء. تحيه لاهلنا بالسويداء بجبل باشان. وكما يحصل لقوى سوريا الديمقراطيه من تحريض. حتى ابناء السنه، يعني ابناء الثوره العرب السنه يتعرضون لمضايقات وتطبيل من نعم. هذه السلطه، ويعني حاله من شيطنه كل من يختلف معهم. انتظرناهم ل3 شهور 4 شهور،
لكنهم لم يلتزموا بالدستور، لم يقوموا بانتقال السلطة، ودائما بيصدروا أزماتهم إلى الخارج ولقاءات دولية وإقليمية وما عم يعملوا إصلاح داخلي بالداخل. وحضرتك عم تشوف يعني عم تتابع كإعلامي وكصحفي دلبخين خطورة الوضع بسوريا، عم تتمزق الطوائف، عم تتمزق المكونات نتيجة خطاب السلطة وجمهور السلطة المغرور الذي تم أدلجته بطريقة بالحقيقة لا تليق بعظمة الشعب السوري بثوار السوريين. لم يوجهوا لي أي دعوة، ليس بيني وبينهم تواصل، تواصلي معهم مثل إذا ما تواصلي مع فشل على وجهت الهواء دعوة مباشرة. إليك إذا وجهت دعوة إليك هل ستذهب إلى دمشق؟ لا أعتقد أنني أذهب بسبب أني عندي مشاغل، يعني عندي مشاغل حالية. أنا صار لي 33 سنة مغترب عن سوريا، مو يوم ويومين يعني. وبالحقيقة ما بقي لي أحد بسوريا، يعني اللي قتل واللي استشهد، ما ضل أحد بسوريا غير بعض من أطراف العائلة، يعني الله يحميهم ويحمي كل أهلنا بسوريا. أنا عن نفسي قد يظن جمهور هذه السلطة أنني معادي لهذه السلطة، لا، أنا معادي للظلم، معادي للتطرف، معادي لخطاب العنجهية، معادي لخطاب التشدد والكراهية الذي انتشر بهذه الفترة ما بعد سقوط الأسد. أما بالنسبة للسلطة الحالية، إن قامت بإنتاج نظام وطني، اتفاقيات مع الكرد، حقوق الكرد ضمن الدستور، حقوق المكونات، الانطلاق إلى نظام ديمقراطي، بداية مؤسسات حكومية حقيقية، أنا أول المؤيدين سأكون لهذا التوجه. لكن هذه الحكومة لا أظن أنها ستنجح بهذا التطوير أو بهذه التطلعات للشعب السوري، لأنها جاية من حسنا. رحم تنظيمات متشددة، ولا أعتقد أنها أوكي. يعني لو وجهوا لي دعوة عندهم ما شاء الله مطبلين ومزمرين كثير. يعني أنا خليني مستقل، يعني لا انحسب لا على الفريق لا على حسنا الفريق، حسنا. على أقل تقدير بالفترة الراهنة. سوف أطرح أسئلة لأن البث المباشر لديك يستمر لساعات، لكن بالنسبة لنا الوقت محدد. أنت على السوشيال ميديا تهاجم الحكومة كثيرا، أو تعمل كمعارضة أو توجه انتقادات. هل لديك الكثير من الأعداء؟ بالحقيقة أنا لا أهاجم الحكومة بتصحيح الكلمة، يعني بتفق معك بالجزئية الثانية أنه أنتقد الحكومة بحدة، يعني بشده، مثل ما بيقولوا أها. بالاعلام هو العلاج بالصدمه، علاج بالصدمه. يعني انا نعم. انحاز للمواطنين استاذ دلبخين، احد يعني قلت لهم لا تعملوا الفتنه تبع السويداء، لا تعملوا تحريض، لا تشحنوا طائفيا، اللي بدكم تعملوه بدي قسم سوريا. ما جاني منه غير الشتائم والمسبات، وبالاخير بيطلع اليوم علينا وزير الخارجيه السوري بيقول الذي حصل بالسويداء فخ وقعنا به جميعا. لا يا معالي الوزير اسعد، لم نقع به جميعا كسوريين، وقعتم انتم به كسلطه وابواق سلطه ومتطرفين ومطبلين شحنوا وطيفوا لهذه الفتنه التي لن تبقي ولن تذر من سوريا شيء. نتمنى ان تحصل مصالحه وان يحصل حل، لكن بعقليتكم وذهنيتكم وعدم اعترافكم بالذنوب الكبيره التي ترتكبونها، اعتقد سوريا ستذهب الى التقسيم لا محال بجهود هذه السلطه. طبعا انا عندما انتقدهم، يعني انا لدي اخبار، انا شامي ودمشقي بتعرف، ومسلم وسني من ابن هذا المكون، يعني ما بحب اتكلم بالطوائف، لكن هم اجبروك ان تعرف عن هويتك. لا تصلني رسائل هائله من دمشق، من تجار دمشق سواء مقيمين بالداخل السوري او بالخارج السوري، عن اعتقاد ناس بشكل عشوائي، الهيمنه على املاك الناس، الاملاك الخاصه، الاملاك العامه، بيقولوا بالعاميه الخاطرشه الشيخ الفلاني والشيخ علتاني، ما في مؤسسه عسكريه، ما في مؤسسه قضائيه، ما في مؤسسه امنيه، مجرد عم يجملوا صورتهم بالخارج. فانا عندما انتقدهم للاصلاح، لانه الاعلام مو شغلته يتكلم عن الايجابيات. اعلام السلطه بيتكلم عن ايجابيات مشان يطبل ويزمر لانه عم يقبض من هذه السلطه، اي سلطه كانت. اما الاعلام المحايد عليه ان ينتقد الاخطاء لتتحول الى ايجابيات. انا عم نعم. بنتقد الاخطاء، نعم. لكن ما عم لاقي منه غير السب والشتم، مع علما لازم يكونوا هن اذا كانوا وطنيين فعلا حقا، وهذا امتحان لهم للايام القادمه، عفى الله وعما مضى من سبينا كثير وتهاجمنا كثير. ان كانوا جادين فعلا بحل القضايا الوطنيه والانتقال لنظام ديمقراطي حقيقي يضمن حقوق السوريين، لازم يعطوني درع تكريم لإلي، لاني عم بنتقدهم ودلهم على الاخطاء اللي بدها تؤدي الى نعم. انهيارهم عاجلا ام اجلا. فانا انتقد من منطلق الاصلاح ذات البين، ما بنتقدهم لما بيكونوا عم نعم. يعملوا شيء وطني، لما بيكونوا عم يعملوا شيء نعم. سلبي نعم. ونهب المال العام ما اتكلم عن اشخاص بعينهم. لكن اليوم الوزير لما يقول وزير الخارجيه اسعد الشيباني الذي حدث بالسويداء هو فخ وقعنا به جميعا، لا يا سيد اسعد، ابناء الشام الاحرار موعوا فيه، ابناء حوران الاحرار موعوا فيه، ابناء الجزيره، ابناء المنطقه الشرقيه، الكرد، العرب، العلويه، السنه، الدمشقيين، الحماصه، الذي وقع به المتطرف والذي جيشتم لهم والذين دعوتوهم لهذه نعم. المقتله. لانه بالنهايه ابناء الامن العام، ابناء العشائر، ابناء البدو، ابناء السويداء هن ابنائنا، ابناء هذا الوطن. نعم. من الذي صحيح. زج بهم بهذه حسنا. المعركه؟ حسنا. السلطه، اخطاء السلطه وجمهور السلطه نعم. والماكينه الاعلاميه نعم. تبعهم. سمير، أسلوبك هو أسلوب
استعراضي إلى حد ما، شو، وتمزجها بشيء من شو سياسي. السخرية، من الكوميديا. هو استعراض سياسي أو شو سياسي. هل لديك أحد معد أو من يحضر لك المواد؟ هل لديك فريق عمل يساعدك في إعداد الحلقات؟ والله يا اسمح لي اقول لك استاذ دلو، ما عندي فريق عمل، انا بشتغل وين مان شو، مو بس هلا، حتى لما كنت بالقنوات الاخباريه. طبيعتي انا عندي الله هيك سبحانه وتعالى ما نحني هالقدره، عندي قدره هائله على الحفظ. ما بكتب، ما بقرا من اوتو كيو اطلاقا، بفهم شو موضوع الحلقه مثل ما بيقولوا بهضمها كاعلامي، والله هيك سبحانه وتعالى بيفتح علي على الهواء، وانا طبعا بكون محضر. يعني طبعا نعم. هي تعتبر المدرسه اللي انا عم بشتغل فيها، انا خريج المدرسه الامريكيه للاعلام، دبلومات عامل يعني كثيره بالمدرسه نعم. الامريكيه للاعلام، وعدد من القنوات الامريكيه، بيشتغل على طريقه الرياليتي تي في، تلفزيون الواقع، مع شويه بوليتيك مع شويه انترتينمنت، مشان تصل لكل الشرائح اخي دلبخين، شرائح نعم، الناس صحيح. البسطاء، الناس المثقفين، الناس اللي ما بيحبوا السياسه، صار يقول لك اليوم بنحب السياسه مورا سمير نتيني. احيانا نضحك، احيانا نبكي، احيانا نحكي نعم. بالدين، احيانا نحكي بالحديث النبوي، احيانا نحكي بالاعراف وبالتقاليد وبالاعراق والى اخر ما هنالك. هذا الفلكسيبل، البساطه بالتقديم بتلامس قلوب الجماهير. انا ما بطلع بتهكم، يعني ما صحيح. باخذ هذا صحيح. الخط، لكن اضطر احيانا بشوف مشهد يعني مؤلم ومضحك وفج يعني نعم. بطريقه فاقعه، نعم. فبالتالي بيضطر اني اعمل عليه شويه مو سخريه، شويه نقد او شويه كوميديا سوداء حسنا. لحتى حسنا. حسنا. علاج بالصدمه. يعني هذا يعني هي المدرسه ممتاز. الامريكيه. حسنا. أمر آخر، سؤال أخير. هل هناك خطر على حياتك؟ هل تتعرض لتهديدات؟ طبعا اتعرض لتهديدات كثيره من ايام النظام، اتعرض الى تهديدات، والان ليس من السلطه للامانه عشان اكون صادق، مباشره من السلطه لا، بسمع كلام من المسؤولين اللي بيصلني، في ناس من قلب السلطه بيوصلوا لي اخبار انه عم يقولوا عينهم محمره منك، عم تنتقدهم، بدهم يمنعوك تيجي على سوريا، وطلعوا شائعه انه حرموني الجنسيه السوريه، واذا كنت ابضاي ينزل على سوريا. وبتتذكر نشروا منشور، سمير نشر منشور تبع احداث كنيسه مار الياس قبل بنص ساعه من الحادث، شو عرفوا؟ اكيد هو عميل لقسد، وقسد عملوها طلعت مو قسد اللي عملتها، وفرق التوقيت بين المانيا وبين دمشق. في كم من الحماقه عم مطروحه بالشارع، للاسف افقدت كثير من الناس توازنهم. نعم. بالحقيقه التهديدات عم تجيني من افراد، لكن واضح يعني حتى من المتحدثين الرسميين باسم السلطه او اعلاميهم يعني اللي بيطلعوا على قنواتهم. حصلت حادثه من نعم. يومين، يعني كنت مع عبد الله الحمد، كان مدير الاخباريه السوريه بعهد بشار الاسد، ويشتغل مع لونا الشبل ومع القصر الجمهوري، طالع هلا عم يطبل لسلطه الشرع ويمسح جوخه وبيقول لي انت بوق لقسد. انا لم اكن بوقا لاحد يوم من الايام، انا همي ما يتقاتل العربي والكردي، همي الكردي ياخذ حقه بالدستور السوري، يتكلم بلغته، تنفتح مدارس بلغته، يعيش العلوي والسني والمسلم والمسيحي تحت سقف قانون امبريلا اورجانيزيشن، مجله وطنيه جامعه نعم. تحمي معتقدات ومذاهب الناس. لكن سلوك هذه نعم. السلطه، وهي بتعرفها حضرتك اسف، يعني صار مية الرئيس على راسك وخراس وغصبا عنك، وانت اللي شاء من شاء وابى من ابى، وبني اميه والرئيس مدري، هذا ما بيوصلنا لنتيجه يا استاذ دلبغي. نحن بدنا خطاب ديمقراطي على هذه الدوله، ان تجرم الخطاب الطائفي وخطاب الطعن والتحريض والتجيش الذي يحصل بين ظهرانيها وبرعايتها، حتى نستطيع ان نصل الى بر الامان. نعم. بالبدايه كنت ظن انه انغشمه او ما عندهم خبر، لكن اكتشفت انه لهم ثلثين الخاطر، لانه عم يطلعوا يباركوا ويهنئوا الفزعات اللي عم يعملوها. في دوله بتعمل فزعات يا ابن الحلال، في دوله نعم. بتستعين ترمي فتنه بين عشائر وبين بدو مكون اصيل مثل ابناء الدروز، هن من العرب الاقحاح، وبالاخير بيتهموا العشائر اللي عملوها، قالوا البدو مو نحن عملناها نعم. وعنا باخطاء. انتم من وقعتم بهذه الاخطاء، وعليكم ان تحاكموا نعم. من راس نعم. الهرم الى اصغر شكرا واحد فيكم جزيلا. على دم السوريين الابرياء. اشكرك دلبخين، وبشكر المشاهدين شكرا على قناه رودا، جزيلا وتحيه لاهلنا لك. بكردستان العراق. شكرا. شكرا مرة أخرى. شكرا. كنت سعيدا بهذا اللقاء، وأنا معجب بأسلوبك، سفسر من خاصة حبيبي الارتجالية في هذا الأسلوب. حبيبي. سلمت وانت الصحفي نجم الكردي متالق ايضا، ونجم اعلامي سمير كبير، نتيني. وفخر للكرد، وفخر لكل الاعلام الكردي والناطق باللغه شكرا العربيه. الى جزيلا. الامام اهلنا الكرد، شكرا انتم جزيلا. شعب عظيم، ومهما طال الظلم ستشرق الشمس على كردستان وعلى كل اجزاء كردستان ان شاء الله، بفيدراليه، بلا مركزيه، باستقلال. بالاخير الحق سيعود لاصحابه. شكرا لك شكرا جزيلا. وللقائمين على هذه القناه. شكرا عفوا. جزيلا. سمير الى بتيني اللقاء. كنت شكرا. معي من برلين في القناة الأساسية.